السلام عليكم. صدمة صدمة صدمة. النصر في آخر الدقائق حسمها سيميكان بتسجيله لهدف المباراة الوحيد بعرضية من جو فيليكس على رأس سيميكان بالملي، بينما حارس نادي نيوم الذي لم يتوقع أحد أن يدخل عليه هدف. سيميكان حصل على تقييم 8.8، وأخذ جائزة نجم المباراة، وكان يستحق إنه ياخذ هذه الجائزة. جو فيليكس ثاني أفضل لاعب في المباراة بتقييم 8.6، بينما أنا استغربت إنه سلمان الفرج ليس أساسي، بينما محمد البريك ألكسندر لاكازيت اللي شفنا منهم أداء كانوا جدا رائعين. ولكن زي ما قلت لكم استغربت إنه اللهم صل على النبي يا إخوان، إنه هذا جوال واحد عشان لا تقول اتحادي. واستغربت إنه سلمان الفرج في دكة البدلاء. طيب، أما زي ما قلت لكم الدوري السعودي، ولا زي ما انتم شايفين في اللهم صل على النبي، زي ما انتم شايفين في العنوان. طيب، النصر الأول، الهلال اللي عاد للمركز الثالث، والأهلي الثاني، الرابع القادسية نعم، والخامس التعاون، والسادس اللي ما حد كان يتوقعه هو الاتحاد. طيب، والسابع الاتفاق. لساني قاعد تسوي بجوالك؟ لا والله جوال في الشاحن. خذها صح. والسابع الاتفاق، بينما الثامن نيوم نادي جديد. طيب، خلينا نشوف آخر مباراة لدى نيوم. فوز 1، 3 خسارات وتعادل 1. بينما كذلك نفس الشيء نادي الخليج، فوز 1، 3 خسارات، تعادل. طيب، وصلنا الثامن نيوم، التاسع الخليج، والعاشر الفيحاء. بينما الشيء لم يتوقعه أحد أن الشباب هذا الموسم في المركز 13. الشباب في آخر 3 مواسم تراجع مستواه نوعا ما، بينما 12 الحزم و11 الفتح، بينما 14 الخلود، 15 ضمك، وأيضا 16 الرياض، و17 الخدود، و18 النجمة. هذه الثلاث فرق اللي قريبة جدا من الهبوط، هذه ثلاثة مراكز الهبوط. نادي نيوم نادي قوي ونادي كبير، نادي لسه جديد تو جاي، كيف وصل إنه يكون المركز الثامن؟ الثامن؟ إيه والله الثامن. طيب، آخر المباريات للأندية السعودية، النصر والأهلي كلها فوز، آخر 5 مباريات كلها فوز، بينما الهلال 3 مرات فوز، تعادلين. بينما نذهب للقادسية، تعادل 1 و4 مرات فوز، بينما التعاون مرة فوز، مرتين تعادل، ومرتين خسارة. الاتحاد خسارة، 3 تعادل، 2 فوز. طيب، الاتفاق فوز 1، خسارة في المركز السابع، فوز 1، 3 خسارات، وأيضا تعادل 1. طيب، نادي نيوم فوز 1 زي ما قلنا لكم، وتعادل 1، 3 خسارة، نفس نادي نيوم الخليج. بينما الفيحاء في المركز العاشر، فوزين وخسارتين وتعادل. بينما الفتح في المركز 11، تعادل، فوز 1 و3 خسارات. الحزم في المركز 12، فوزين، خسارة، تعادل، خسارة، لا فوزين، خسارتين، تعادل. بينما الشباب في المركز 13، فوزين، تعادل، وأيضا مرتين خسارة. هذه إحصائيات الفرق طبعا. الخلود في المركز 14، خسارتين، فوزين، خسارة 1. ضمك خسارتين، فوزين، تعادل 1. الرياض
فوز، تعادل، ثلاثة خسارات، 3 مرات خسر فيها. النجمة اللي أخيرا حقق أول انتصار. لا، ما انتصر النجمة، متى انتصر؟ أتوقع إيه، يمكن انتصر. استنى يا إخوان، خلينا نشوف إذا إيه، نعم صح، انتصر على الخلود 2-1. بينما الأخدود فوز زي ما قلنا 4 خسارات، والنجمة فوز و4 خسارات. بينما نقاط الفرق، أو نعم نقاط الفرق: 64 النصر، 62 الأهلي، 61 الهلال، 57 القادسية، 44 الاتحاد، يعني فرق جدا كبير. 44 التعاون، الاتحاد 42. وأيضا الاتفاق 39، نيوم 32، الخليج 30، والفيحاء كذلك 30، الفتح والحزم 28. بينما الشباب 26 نقطة، والخلود 25، ضمك 19، والرياض 16، وأيضا 13 نقطة للخدود زي ما قلنا لكم. النجمة اللي حاصل على 8 نقاط. طيب، أما عن الفوز والخسارة: الهلال 18 مرة فوز، الأهلي 19، والنصر 21. 3 مرات خسر فيها النصر، ومرة خسر فيها الأهلي، والصفر صفر صفر للهلال. الهلال اللي ما خسر ولا مباراة في الدوري. بينما القادسية خسارتين، وكم فوز يا إخوان؟ 17 فوز. التعاون 13 مرة فوز و7 خسارات. الاتحاد 12 مرة فوز، 7 خسارات. والاتفاق 11 مرة فوز، 8 خسارات. اليوم 11 خسارة، 9 مرات فوز. الخليج 8 مرات فوز، وأيضا 11 خسارة. يا إخوان، الخليج، الفيحاء، الفتح، صح؟ اليوم والخليج والفيحاء والفتح والحزم والشباب 11 مرة خسارة، ولكن فوز نيوم 9، الخليج 8، والفيحاء كذلك 8، والحزم والفتح 7، والشباب 6. بينما الخسارات: الخلود 16 خسارة، 8 مرات فوز للخلود، الخلود وليس الخدود. ضمك 12، الخلود زي ما قلنا 16 صح، 8 مرات فوز. ضمك 3 مرات فوز و12 خسارة. الرياض 15 خسارة و3 فوز، وأيضا 18 مرة خسارة و3 مرات فوز. هذه أبغاكم تكتبوا لي جوابها في الكومنتات. بينما النجمة 19 مرة خسارة، ومرة واحدة فوز على الخلود. بينما الدوري السعودي، تخيل، شوف الفرق ايش قاعدة تسوي. الاتحاد اللي مستواه نزل، بينما شوف الأهلي كيف مستواه رجع وبقوة. بينما القادسية والتعاون والاتفاق في هذه المواسم، والخليج أيضا، ما ننسى الخليج والفتح في هذه المواسم اللي بدوا يطلعوا حبة لين بإذن الله إنه يجيب كل واحد منهم الدوري. الخلود يستحق الهبوط، هو وضمك، وأيضا الرياض، والخدود، والنجمة. فلين هنا وصلنا لنهاية مقطعنا اليوم. لا تنسون اللايك والشير والمتابعة والإكسبلور. سلام.